الكنافة العثماني من أشيك الكنافات اللي ممكن تعمليها وتقدميها وتنجح معاكي في كل مرة. هنعملها من غير فرن خالص، هنعملها على البوتاجاز. أنا كده جبت الكنافة زي ما انتي شايفة معايا، جمدتها في الفريزر. الخطوة دي مهمة قوي، هتوفر معاكي وقت ومجهود كتير جدا. يعني تقريبا لو انتي عملتي الخطوة دي وجمدتيها في الفريزر لمدة 3 4 ساعات وبعدين فرجتيها، هيكون أحسن عندك كتير قوي من ان انتي تقصقصيها بمقص أو تقعدي كده تعمليها حتة حتة، وكمان هتاخد وقت معاكي أقل على النار. دلوقتي بقى حطيت كده 3 معالق من السمنة ومعلقتين من الزيت مليانين، وبعد كده سبتهم لحد ما يقدحوا ونزلت عليهم بالكنافة. انا نزلت بمقدار الكنافة كده شوية بشوية علشان خاطر آم، لما الكنافة تشرب معايا السمنة انزل بالمقدار اللي بعده. وبعد كده نزلت بمعلقتين 2 من السكر البودرة. دلوقتي هعمل معاكم الشربات. حطيت كوبايتين من السكر وكوباية من المية، استنيت لما غليوا وشلت كده كل السكر اللي كان لازق في أرضية الحلة وفي الجوانب. وبعد كده حطيت عليها نص ليمونة، واستنيت اما الفقاقيع ديت كده. بعد ما كانت الفقاقيع ديت كبيرة بقت صغيرة، بعد كده حطيت عليها رشة من الفانيليا وسبتها داتا. اتأكدت كمان ان مفيش اي سكر لازق في الحواف. دلوقتي هعمل معاكم الكريمة. نص كيلو من اللبن، معلقتين 2 من النشا ومعلقة من اللبن البودرة، وكمان معلقة من الدقيق عشان تبقى معانا كريمي، ورشة من الفانيليا، ومعلقتين من السكر. ما تكتريش فيها السكر قوي لان احنا لسه هنعمل الكنافة فيها سكر بودرة وفيها كمان شربات. فضلت اقلب في الكنافة ما سهتش عنها دقيقة عشان خاطر ما تتلسعش من حتة وحتة تانية تبقى نية لحد ما وصلت معايا للون ده. في المرحلة ديت كده وهي لسه سخنة هنزل عليها بالشربات البارد. مش هنزل عليها كلها، هنزل على الطبقة بس اللي انا هفردها في الصينية. ما ينفعش تنزلي عليها كلها علشان ما تلاقيهاش كده مسكت معاكي، وبعد كده مش هتقدري ان انت تفكيها مع بعض ولا تفرديها. النص كيلو كله على بعضه تقريبا خد معايا كوباية من الشربات. ممكن كمان ياخد معاكي اقل من كده، لحد كده ما تحسي ان هي هتبتدي تتماسك. مش بتكتري لها قوي الشربات وكمان مش بتقلليه قوي عشان يبقى سكرها مظبوط. انا كنت بضيف في الشربات شوية بشوية علشان خاطر آم، ما كترش المقدار قوي او اقلله قوي فتبوظ معايا. بعد بقى ما وزعت الشربات كده فيها كويس في الطبقة بس اللي انا هحطها، مش في كل الكنافة، دهنت كده الصينية زيت. بس كنت افضل ان انا لو كان عندي شرينك كنت هحط شرينك طبعا، كان يبقى افضل عشان تطلع معايا متماسكة اكتر وتطلع معايا اضمن ان هي تنزل حتة واحدة. دلوقتي بقى ابتديت اكبسها، لازم تتكبس كويس جدا طبعا بما انها دافية. فانا دهنت ايدي فيه كده كانت بتلسوع فانا حطيت كده طبق وبدأت ان انا اكبس بيه. وبعد كده كبست بالكوباية عشان الحروف، الطبق ما كانش طايلها فكبستها بالكوباية. بعد كده هنزل عليها بالكريمة بتاعتي. الكريمة بتاعتي كانت دافية تقريبا أو سخنة، مش هتفرق كتير، نستنى لما تبرد. وبعد كده نحطها في الفريزر لمدة من 10 دقايق لربع ساعة، لازم الكريمة تمسك كويس جدا عشان خاطر الطبقات تبقى باينة من بعضها وما تختلطش ببعض. ودلوقتي حطيت بقى الشربات على بقية الكمية اللي أنا هعمل بيها بقية الصينية، وابتديت كده إن أنا أفردها على وش الصينية. في المرحلة ديت هنكبس، بس مش هنكبس جامد جدا علشان خاطر الطبقات ما تختلطش ببعض. يعني هتكبسي وكل حاجة بس هتكبسيها كده، وبعد كده هتغطيها بكيس تلاجة أو شرينك وتحطي عليها طبق، وهتدخليها تاني في التلاجة لمدة تقريبا ساعتين، أو ممكن تحطيها في الفريزر لمدة تلت ساعة. المهم تحسي إن هي تماسكت معاكي. وبعد كده في المرحلة ديت ابتديت إن أنا أقلبها. للأسف أنا إيديا اتهزت وأنا بقلبها، فتحس إن هي فرفتت معايا شوية، بس هي كانت متماسكة وكانت حلوة جدا جدا، وبجد كانت تشرف. دلوقتي بقى هبتدي اعمل اللي في الكاسات. طبعا الكنافه كانت بردت والشربات كمان كان برد، بس انا مش محتاجه تماسك الكنافه في المرحله ديت في حاجه، ان كده كده اللي بتبقى في الكاس ديت بتكون عادي كده، يعني مفرفطه. دلوقتي حطيت عليها كريم شانتيه عادي جدا. جبت باكو من كريم شانتيه وضربته، هتلاقي المقدار بتاع الكريم شانتيه على الباكو نفسه، يعني كل نوع بيختلف عن التاني. هو تقريبا بيبقى فنجان صغير
فنجان من المية صغير أو فنجان من اللبن، بس المهم يكون اللبن متلج أو المية متلجة، وتبتدي تضربي الكريم شانتيه مش أقل من 10 دقايق لربع ساعة، حجمه هيتضاعف. دلوقتي ابتديت إن أنا أحط الطبقة التانية من الكنافة. أنا مجرد إن أنا بسويها، أنا مش بكبسها قوي. دلوقتي بقى ولادي كانوا حابينها بالريد فالفت، كان عندي شوية مربى فراولة، بس بجد مش هجربها تاني لأنها ما عجبتنيش خالص. هي عجبتهم، هم حابين تجربوها جربوها، بس أنا رأيي فيها بصراحة كانت بالكريم شانتيه كده أخف وأحسن. وكمان لما على الوش كان فيه شوية مكسرات كده، ما كنتش حاسة إن هي محتاجة حاجة أكتر من كده. وبس كده، مفيش أبسط ولا أسهل من كده، بجد جربوها. لو بتاعة الفرن بتفشل معاكم، ديّة هتنجح معاكم من أول مرّة، مش محتاجة أي حاجة، وبألف هنا وشفا. ما تنسيش تحطّي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلِك كل الوصفات، وشكرًا على حسن المتابعة.